السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في فيديو جديد معانا النهاردة. للأسف طبعا الأحداث المؤسفة اللي حصلت في بعد مباراة الزمالك وبيراميدز اللي انتهت بفوز نادي الزمالك طبعا بنتيجة 5-4 من ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي طبعا للمباراة بنتيجة 1-1 تم اللجوء لركلات الترجيح. ثم فاز طبعا نادي الزمالك وتأهل لنهائي السوبر المصري على نادي بيراميدز. وطبعا منتظر النادي الأهلي أو خلاص اتحدد الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك طبعا في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري في دولة الإمارات. وطبعا في قرار طلع من مجلس إدارة نادي الزمالك إنهم هينسحبوا بعد الأحداث اللي حصلت طبعا، وخصوصا إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحد الآن في طبعا المحكمة أو طبعا مع لاعبي نادي الزمالك في التحقيقات اللي بيتحققوا فيها. فهنشوف ايه اللي هيحصل الساعات القادمه. طبعا حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مش راضي يمشي غير لما اللعيبه تمشي معاه، وده اللي رفضه هناك المسؤولين طبعا طبعا في الدوله الاماراتيه. هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات القادمه. خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم للتصريح اللي قاله طبعا احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، اللي قال في اجتماع عاجل الان بين كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ودكتور حسام المندوع امين الصندوق ورئيس البعثه لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطوله السوبر المصري والعوده الى القاهره في اقرب وقت بسبب الاجواء غير المناسبه والضغوط غير المحتمله التي تتعرض لها البعثه، حيث يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة على عدم التخلي عنهم. طبعا اسم الشرطة مش راضي يطلع اللعيبة، وطبعا رئيس الزمالك ورئيس البعثة مش راضيين يمشوا غير لما اللعيبه تمشي معاهم طبعا لاستكمال بطوله السوبر المصري. وطبعا لو مش هيطلعوا الزمالك هيقرر الانسحاب من بطوله السوبر المصري. ده طبعا اللي قاله احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. خلونا نروح للمندوب والتصريحات اللي قالها ايضا. قال المندوب في تصريحات عبر قناة MBC مصر واحد: حتى الآن نحن موجودون في مركز الشعبية في أبو ظبي. أرى أن الموضوع بسيط، عبارة عن سخونية ملعب، لحظة كانت صعبة في المباراة، وهي اللحظة التي حدثت فيها مشادة ملعب كما يقال في الرياضة. وأضاف: نتمنى أن تنتهي الأمور على خير كما تعودنا دائما وأبدا من الإمارات، وبالتأكيد نحكي عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال، ونحن كمصريين نكن كل الاحترام والتقدير للقوانين في دولة الإمارات. وعن الانسحاب من نهائي السوبر المصري قال أمين صندوق الزمالك ورئيس البعثة في الإمارات: نحن مشغولون منذ الصباح الباكر بهذا الملف، الفريق بالكامل يسأل عن هذا الأمر، هناك حالة من عدم الاستقرار، وبعد نهاية الأزمة سنتخذ القرار السليم. خلونا نروح بقى طبعا وزير الشباب والرياضة طبعا اتواصل معاه رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب. هنشوف طبعا وزير الشباب والرياضة بعد لما اتدخل قال ايه. كشف مصدر تطورات أزمة احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك رفقة ثنائي الفريق طبعا مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا بأحد أقسام الشرطة بالإمارات. وكان طبعا مراسل يلا كرة قد كشف عن وقوع مشادة بين نبيل دونجا ومصطفى شلبي مع أحد المنظمين على استاد آل نهيان أثناء مواجهة الفريق الأبيض مع بيراميدز في نصف نهائي طبعا كأس السوبر. وقال مصدر في تصريحات أنه تم استدعاء الثنائي دونجا ومصطفى شلبي بصحبة عبد الواحد السيد للتواجد بالاسم منذ التاسعة صباحا ويتم احتجازهم حتى الآن. وأضاف أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والسفير المصري تواصل مع أشرف صبحي وهناك تدخلات على أعلى مستوى لحل الأزمة والأقرب دفع الكفالة لإنهاء الأمر. ومن جانبه قال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك أن هناك توجه لدى إدارة الزمالك بالاعتذار عن عدم استكمال مسابقة السوبر المصري وعدم لعب طبعا وخوض المباراة النهائية أمام النادي الأهلي. خلونا نروح طبعا لو طبعا الزمالك انسحب إيه اللي هيحصل. غرامة وعقوبة وإيقاف: ماذا يحدث في حالة اعتذار الزمالك
عن السوبر. طبعا المرجعية في العقاب، حسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريح تلفزيوني في سبتمبر 2023 اللائحة التي تضع لها البطولة المستحدثة كأس السوبر المصري للأبطال بعد اتفاق مجلس أبو ظبي مع اتحاد الكرة على شكلها الجديد وبمشاركة 4 فرق، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كأس الرابطة وصاحب الكارت الذهبي. وقال دياب الشكل المستحدث للبطولة هو عبارة عن بطولة جديدة ولكن تخضع للوائح البطولة القديمة. وطبعا اللوائح القديمة بتقول للمادة 7 من باب العقوبات بلائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الزمالك سيتم توقيع عليه عقوبة حال تنفيذه قرار عدم خوض المباراة. وحسب المادة 65 من اللائحة فإن اتحاد الكرة يحق له توقيع عقوبات أخرى على الزمالك تسببه في خسائر للحقوق التجارية والتسويقية للاتحاد والتي يرفضها راعي البطولة. طبعا دي كانت العقوبات. كان نادي الزمالك طبعا خلاص انه قرر انه هينسحب، فالبديل ليه طبعا اتحاد الكرة هيختار البديل لمباراة النهائي امام النادي الاهلي. طبعا هيشارك بيراميدز بدلا من طبعا الزمالك لو الزمالك قرر عدم استكمال البطولة والانسحاب من المباراة النهائية امام النادي الاهلي. في النهاية ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفي نهاية الكلام سلام.